انا واحد من الناس طبعا من ايطاليا طوالي مشيت سويسرا. سويسرا اول. نعم. بلد الاحلام، بلد احلام الناس كلها يا زولي. لا والله خطر عديل. سويسرا بحب يسمعوا العمله ذاتها. نعم نعم فعلا. ايوه طبعا مشيت سويسرا. معناه نخش في الاول المقارنه ما بين هولندا وسويسرا. نعم نعم ابشر. صح؟ ابشر قدام. بس منتهي. السلام عليكم ورحمه الله. معكم مصعب حماد صانع محتوى في هولندا. الليله عندنا استضافه مع اخونا الغالي ابو بكر. كان عايش في فرنسا 3 سنين باوراقه بحاجاته. خلى فرنسا وجا عايش هنا في هولندا، وحاليا جيناه في محل شغله واموره تمام. وفات زار المانيا وزار لوكسمبورغ وزار سويسرا، ما شاء الله يعني لف الاتحاد الاوروبي كله. فعايزين شنو؟ نستفيد منه ونفيدكم. حبيبنا ابو بكر يا اخي. السلام عليكم. انا عليكم طبعا السلام والرحمه. يشرفني جدا بزيارتكم اليوم يوم 20/8. حبيبنا الغالي والله ما قصرت، يديك العافيه يا اخي. نعم طبعا انا مستمتع سعيد جدا وفرحان. دي حاجه كويسه جدا. انا طبعا ابو بكر حسن محمد. فتره طويل كنت في فرنسا وعايش بتجربات كثير يعني. دفعة عمار بصمة انت قلت لي. نعم نعم فعلا. زمان كالي وعمار بصمة بيصور لنا من قبل المعاناة. نعم نعم فعلا. انا فتره داك كان انا ما كنت قاعد نسهر في السوشيال ميديا، ولكن طبعا من دفعات من 2021. فطبعا اول شيء انا سعيد جدا. انت صانع محتوى وما شاء الله انسان اليوم عندك تسلم يا غالي. يعني متابعين كثير ما شاء الله في تيك توك. الله يديك الصحة والعافية والله يا ابو بكر. نعم دي طبعا بسبب العفو بتاعك. والله فعلا الحياة اللي بنسويها كلها نعم بنقدمها للاخوان، وحياة شنو عفوية. انا جيت ماشي بالشارع لقيت الحاجة فجأة بس بطلع الكاميرا وبتكلم فيها. نخش يا زولي تمام في المفيد طوالي. ابشر بالخير. تمام. انت عشت في فرنسا نعم 3 سنين. نعم. اول ما جيت انت اخترت فرنسا مباشرة ولا مشيت دولة غير فرنسا؟ نعم فعلا في بداية 2021 أنا كنت ما أخذت دولة معينة يعني في راسي. قلت بس خلي نمشي أي مكان كده أنا نفسي، وما قاعد أنا طبعا ما قاعد أشيل كلام الناس في التليفون وكده. لازم أمشي أنا أعيش التجربة، وقلت مكان النفع نستقر فيه. ايوه يعني انت قلت شنو؟ بدل انا اسمع كلام الناس ويا بتاع يا هناي امشي كده وامشي كده، لا. نعم بالضبط. انا اختار الحته وامشي اشوف التجربه بنفسي عديل. نعم تمام بالضبط. في الاول انا جينا بالبحر. جينا ايطاليا. من ايطاليا طبعا دي طبعا معبر العبور يعني كل واحد لما بيجي من طريق ليبيا لازم ولا تونس يمر لايطاليا. لازم بيجي بايطاليا. بيجي بايطاليا. في ناس بتظبط معاهم شنو بيقعدوا فيها وفي ناس لا. نعم فعلا بالضبط. و80% من الناس اول ما بيجوا بيشوفوا ايطاليا عقلهم يكون شنو في قدام، يا يمشي بريطانيا يا يختاروا من دول اوروبا يختار واحد. صح كلامك صح. و20% طبعا ما بمشوا قدام بقولوا في ايطاليا وربنا يوافقهم ويصير منه. بالضبط كده بالضبط. نعم انا واحد من الناس طبعا من ايطاليا طوالي مشيت سويسرا. سويسرا اول. نعم. بلد الاحلام، بلد احلام الناس كلها يا زولي. لا والله خطر عديل. سويسرا بحب يسمعوا العمله ذاتها. نعم نعم فعلا. ايوه طبعا مشيت سويسرا. معناه نخش في الاول المقارنه ما بين هولندا وسويسرا. نعم نعم ابشر. صح؟ ابشر قدام. بس منتهي. نعم. عندك اول ما تجي سويسرا نعم بيحصل معك شنو؟ نعم اول ما تجي سويسرا طبعا في المحطات للاسف يسلموك البوليس الشرطه السويسريه. طبعا هناك سويسرا مشدده في التفتيش وكل شيء، لان البنك العالمي والامن هناك كله هناك. صح. يعني انت مما تجي داخل كده بمحطه القطار بيستلموك طوالي. نعم بيستلموك وبيسلموك للشرطه. نعم. بعدين الشرطه بتعمل لك شنو؟ الشرطه ذاتها منتشر في مدن الكبار زوورخ وبرن وكيازو ولاغانو. دي مدن دي كلها مدن كبار في سويسرا منتشره فيها الشرطه في المحطات. ايوه نعم. لا تمام. محطات القطارات يعني. النظام هناك بعدين كيف؟ بعد ما يودوك للشرطه
نظام الكامبات، نظام الكبه زي ما بيقولوا السودانيين كبه قروش، القروش اللي بتاخدها، الفوائد. وهل الناس زين بيقبلوا الناس، يعني بيقبلوا اللجوء ولا ما بيقبلوا؟ عرفتها؟ وجنسيتها بتاخد كم؟ نعم. الحاجات دي سؤال جيد جدا. سويسرا طبعا دول شوية كده فيها عندها ميزات كويسة كثيرة، ولكن عندها سلبية واحدة، الأشياء غالية للأسف. هو عملة بتاع فرنكا، ولكن الحياة اللي فيها غالية. الحياة غالية. ما بيقولوا الحياة غالية في هولندا وهندا عايشين أمورنا طيبة؟ لا، سويسرا أغلى من هولندا. أغلى؟ لا أيوة. سويسرا أغلى. سويسرا غالية شديد معنا. نعم، غالية شديد. في هولندا هنا إذا تميت أنا 6 شهور في البلد بقدر أشتغل عادي. نعم. في سويسرا في الكلام ده؟ لا للأسف في سويسرا الكلام ده ما في. إلا تاخذ ورق وتشتغل؟ إلا تاخذ ورق وتشتغل، وقبل الورق عندك كل الإمكانيات اللازمة اللي تقدر توصل لحد مرحلة الورق، لأنه الحكومة يدعمك بكل شيء لحد ما يعني تعيش الفترة. نعم. الفترة الزمنية. نعم. اللي بتاخذ فيها الورق كم؟ مثلا عندنا هنا في هولندا بيقولوا لك من 8 شهور إلى 15 شهر حتى تاخذ الرد إذا رفضوك أو لا. نعم. في سويسرا كم؟ أطول من هولندا. سويسرا فترتها أطول من هولندا. يعني أنا ممكن أقعد 2 و3 يجيني رفض. نعم. صح؟ نعم. ما منها ضمان يعني. نعم. خلاص. فعلا. فيها نظام كامبات. نعم، فيها نظام كامبات، واكثر مكان في سويسرا يشولوا فيها المهاجرين غير الشرعيين اللي يجوا عبر البحر لايطاليا ويدخلوا في سويسرا هي مدينه كيازو. نعم. أيوة. كيازو دي زي هنا نقول مثلا دي بتشيل اكثر. نعم. من الناس. نعم. ايوه. بالنسبه للاندريجات. نعم. الاندريجات مثلا عندنا هنا في هولندا. نعم. الاندريجات ديل انا بعرف كميه من الاندريجات. نعم. في ناس بيقولوا انه بيسلموا لأسرة، لكن انا ما شفت زول سلموا لأسرة. انا بعرف كميه من الاندريجات العمر 15 سنه وال16 سنه وال17. نعم. كلهم قاعدين في كامبات. نعم. في سويسرا كيف؟ طبعا الكلام ده اكثر بيسلموا لي الاسره دي حاصله في بريطانيا. في بريطانيا بس اكثر شيء. نعم، اكثر شيء في بريطانيا. في سويسرا ما في يعني. اما في سويسرا هنا وبصفه عامه في كم و20 دوله اوروبيه دي كلها في، ولكن نادره. نادر يسلموه. نعم، نادر يسلموه للعائله. ايوه. نعم. وموضوع القروش كيف؟ والله موضوع القروش طبعا عشتها في سويسرا في البدايات افضل من هولندا في البدايات. هنا برضه عشتها بدايات، وفي سويسرا عشتها بدايات. اي. طبعا في سويسرا لما تكون في الكامبو في الاسبوعين تشيل على حسب اللي انت مكان اللي شالوك فيها. زي الاقليم اوروبا كلها مكتوب على اقليم كده واقليم كده. اقليم كده واقليم كده. نعم. في اقليم كويسه معك انت وحظك، في اقليم ايوه يعني كعبه. توزع الكامبات على حسب الاقليم. على حسب الاقليم. زي عندنا هنا في هولندا يا جماعه. في هولندا انت ما بتكون عارف حيودوك وين، حيجوا كده بس التوزيع ده عشوائي. يعني انا واحد من الناس اول ما جيت كنت في ترابل، من ترابل ودوني اسين، من اسين ودوني بودل، من بودل ودوني اسيفالس. وده لسه ما دايم يعني، ولسه شنو بتنقل. فالحاجه دي بيد الحكومه. في سويسرا نفس الموضوع. نعم. وثاني بعد ما تستلم مثلا الإقامة بيدوك بيت، وبيدوك العوائد هناك كم. يعني عندك مثلا هنا في هولندا هنا أول ما تستلم الإقامة نعم بيطلع لك بيت. نعم. بيطلع لك بيت، وإذا أنت ما شغال بيدخلوك في الأوت كيرنج. الأوت كيرنج دي اللي هي الكبة يا جماعة، القروش. للعزاب بيدوا 1385 تقريبا كده، عرفتها؟ عشان دي بتدفع منها ايجار البيت، الكهرباء، الاكل والشراب، الحياه شنو الشخصيه، اذا انت كمان عايز تواصل في القرايه وتشتغل وكده. في سويسرا في الكلام ده؟ نعم. في سويسرا طبعا انا نكون معكم يعني بكل مصداقيه، لان
ممكن اشرح لكم الفتره اللي انا عشت فيها أي. واللي انا سمعت من الناس اللي قبلي عايشين في سويسرا. اما حاجات تمام. اللي انا ما اعرفه ما ممكن اقول لك تو. ما ممكن هاي نعم. فنتكلم عن حاجه بتعرفها. نعم، نتكلم على حاجه اللي نعرفها عشان ناس تستفيد. صح. تستفيد من الحاجه اللي انا اعطيتهم معلومه صحيحه. صح. ففي فتره كده انا ما عشتها وما اعرف ما بعد الورق في سويسرا شنو بحصل فيك. ايوه ممكن دي كلها معلومه انا ما عارف. ما اعرف. اخذت الرفض انت ولا ما اخذت رفض ولا مرقت خليتها ولا كيف في سويسرا؟ نعم. قعدت فيها كم سويسرا؟ ده سؤال جيد جدا. انا طبعا ما طولت في سويسرا ومشيت خليتها في البدايات. قعدت كم؟ قعدت حكايه بتاع 3 شهور. 3 شهور في سويسرا. نعم. مشيت خليتها. مشيت خليتها. السبب اللي خلاك شنو تتخارج من سويسرا دي؟ طبعا مرتب من سويسرا لشنو يعني؟ نعم، عدم الناس اللي عايشين معي اللي مكان واحد. عدم السلبيات، كلام اللي يحكوا لك الغلاء والتاخير. ايوه تاخير يعني الاجراءات وكده. تاخير الاجراءات. نعم. والناس كلها بيتكلموا نعم. كلام سلبي يعني. كلام سلبي. ما سمعت زول نعم. يتكلم حاجه ايجابيه او زول الدور وكده بسبب نعم. جاب لك ستريس. نعم. ويتخارجت من سويسرا. نعم فعلا. ايوه اكزاكتلي. لا تمام. فعلا. بعد سويسرا مشيت وين؟ والله بعد سويسرا طوالي انا وجهت لوكسمبورغ.